السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. طبعا قبل ما نبدأ كلامنا كده كالمعتاد هنصلي بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. واللي ما اشتركش في جمهورية ركان يا أولاد يشترك، وتفرجوا على الفيديو كده من أوله لآخره، وتعملوا كده كومنتات حلوة. وعايزة دعواتكم كده بالشفاء لأمل، ربنا يشفيها ويشفي كل مريض ويفك كرب ابو ركان يا رب، فك كرب اخته وفك كرب كل مكروب، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا يا اولاد احنا كنا في العاشر نزلنا طبعا عشان كانت جلسة ابو ركان. المهم فالمفروض ان كان اخر مرة فهد عند باباه بيزوره، قال له انا عايزه اشوفك يوم الجلسة اللي هي كانت اللي كانت هتتم دي. المهم وخلاص ومتفقين، وانا اتفقت مع الجماعه ان الاستاذ ريكو هيروح عشان يزور باباه زي ما باباه قال له، بس هو حصل يعني ظروفه كده. طبعا خلاص ان احنا هنروح انا والولا وكلام من ده. ففوجئت يعني كانت على الساعه 9:30 10 كده، فوجئت اصلا ان الحكم عمل تأجيل وعرفت يعني. فطبعا ما فيش نصيب ان احنا نروح يعني خلاص، ويعني ما حصلش نصيب ان احنا نروح. المهم يا ولاد يعني ايه، عايزه اقول لكم ان احنا ما لحقناش الجلسه انا وفهد. وطبعا كلمت ابو احمد، المهم قال لي مش هتلحق يا ام اشرف وكلام مش هتلحقهم يعني. فيعني عبال ما برضو لبست فهد وكلام من ده، انا قلت برضو هروح يعني كده كده هروح. فعرفت ان الجلسه اتاجلت، فطبعا ايه رجعنا تاني. والحمد لله على كل حال، وربنا يكملها بالستر يا رب كده. وان شاء الله باذن الله اخر الشهر ربنا يطمنا ويطمن اهله ويطمن اهاليهم عليهم يا رب، ويخرجوا بالف سلامه لعيالهم ولاهاليهم. والله يكون في عونهم، الله يكون في عون اللي جوه ويكون في عون اللي بره، لان يعني محدش يشوفها يا اولاد. طبعا النهارده اول زياره بعد الجلسه، فانا من الصبح اهوت عشان ما اتاخرش عشان ما يحصلش حاجه وكلام من ده. فلبست الاستاذ ريكو وهنتوكل على الله هننزل، وعشان يروح يزور باباه وكده يعني وربنا يفك كربه وكرب كل مكروه. فعايزه دعواتكم لامل، ما تنسوهاش دعواتكم الجميله. وبشكر اي حد اتواصل معايا بيسال على امل، جزاك الله كل خير. وفي حد كده عايزه اقول لها يا رب تقومي مجبوره الخاطر، يا رب تقومي مجبوره الخاطر والنونو كده ينزل بخير معافي. حبيبه قلبي طبعا انا مش هقول اسمك، فيا رب يجعل الدعوه من نصيبك ونفرح كده وانت قايمه بألف ألف ألف سلام. الله يكرمك يا رب، الله يكرمك. يلا يا ولاد عشان ما نتاخرش، وان شاء الله هكمل لكم الفيديو واقول لكم ايه اللي حصل واوريكم عمل ايه عند باباه. يلا حبايبي السلام عليكم. ايه ده اللولو ولا لا؟ ما تجيبش حاجه مشطه ماشي، حط هنا على الكرسي هنا اللي هتختاره، حطه هنا عشان اللولو. انت هتجيب ايه؟ ايه ماشي. لا ده اللولو ولا لا؟ ايه تقول ايه؟ طب تعالى هات لها عصير، تعالى يلا. اي عايز زبدو؟ هات لها يلا. هات يلا، هات لك انت كمان. يلا هاجر، مين اللي قالك ان هاجر هتبقى معاه؟ استنى لسه ما يفطر يا عم. يلا عايز تجيب ايه؟ يلا هات اللي انت عايزه، اللي انت نفسك فيه. ايوه دلولو
عشان مش تزعل. ماشي تعالى يلا، ده جميل. يلا يلا بقى عشان نمشي، يلا عشان ما نتاخرش. خد يلا يلا اما اجيب لك ميه. تعالوا ده ركبوا عشان نروح لبابا. خلوهم رايحين في حاجه. طب بصوا لهم من هنا. دول ايه؟ دول ايه فعلا؟ عشان متحمس. طب يلا متحمس، يلا افتحها مع اصحابك. هتكسب يا عم، انا جايبهولك بيكسب. يلا نكسب يلا. فحمودة بقى هبط من الحر، وفرهد من الحر، والشعر هيتن بتكش معمر. لسه ما كملناش نص السكة يا ولاد. يلا افتح لهم، يلا افتح لهم يلا. حطوا لي اشتراك. باي باي. قول لهم انا عندي من دلوقتي. انا عندي من دلوقتي. قول لهم انت انا عندي من دلوقتي يا اصحابي. الله. جميلة جدا صح؟ قول لهم انا رجعت من عند بابا. كل اللي انت كسبها. هدية جميلة جميلة صح؟ انت مبسوط بيها؟ اي كوكو؟ يلا احنا راجعين في الطريق يا ولاد حبايبي، ورجعت لكم. تعالى بقى اقول لكم ايه اللي حصل في الزيارة، وحصل ايه، وفهود عمل ايه في العربيات. المهم يا ولاد، عايزه اقول لكم الله يكون في عونهم، اقسم بالله الله يكون في عونهم. يعني حر موت، وانكم تستنوا دورك، وان بصوا تبقوا قاعدين على نار وعالم وزحمه. اقسم بالله الله يكون في عونهم بجد والله. عايزه اقول لكم اصلا انتوا قاعدين على نار جهنم، قاعدين كده على حاجه كده مستنيين ان هم ينضروا عليكم في الزياره. يا رب يفك كربهم ويفك كرب كل مكروب، ومحدش يشوفها ابدا، لا حبيب ولا عدو. يعني عايزه اقول طب احنا بره وهنموت من الحر، ومشغلين مراوح وشامين هوا الدنيا، اللي هم في دقيقه دول بيعملوا ايه؟ طبعا هم ربنا معاهم، وطبعا ربنا يقويهم يا رب. بقول لكم عايزه مثلا واحنا قاعدين اصلا مستنيين ان هم يندهوا، انتوا قاعدين مثلا على مكان كده، يعني مش قاعدين على كراسي، والله العظيم كانكم قاعدين على جمر نار. ف يا رب يفك دقيقة كل متضايق يا رب، ويفك كرب كل مكروه، ويشفي لي بنتي يا رب، يشفي لي بنتي يا رب. دعواتكم يا حبايبي كده بالشفاء، ويشفي كل مريض. طبعا جينا، وطبعا الحاجات ديت الحاجات اللي كان ابو ركان جايبها قبل ما يحصل اللي حصل. طبعا والله العظيم انا ما كنت عايزاها، يعني قلت لها خليها ما ان شاء الله هم يطلعوا بالسلامه، او احمد يطلع هو اللي يجيب الهدوم لابنه وكلام من ده. فانا فوجئت لقيتها ايه جايبها لي. ف ربنا ان شاء الله يفك بيتهم ويجيبوا له الحلو كله باذن الله. طبعا عايزه اوريكم الحاجه اللي جايه له. عمته اللي جايبه ده، عمته اللي جايبه انا اوريكم ازاي والله يختلف. ما انتم وقت شايفينه اصلا عند الجماعه. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال ده؟ شايفين؟ انا طبعا ايه هعمل لكم فيديو بيه في قناه ريكو، وهو ايه بيقص. انا لسه ما قستيش، يعني انا ما اعرفش لسه ايه كبير عليه وايه صغير عليه، فهنعمل
هنشوف كده ان شاء الله باذن الله. هنشوف. اهو دي اللي عمته جايبه لنا، عمته اسماء. جميل، حلو قوي. يعيش ويلبس يا ريكو، تعيش وتلبس يا ريكو. لا شايفين؟ اه مش عارفه، حاسه دي اللي هيبقى مظبوط شويه على فكره، يعني حاسه ده اللي هيبقى مظبوط شويه على فكره. اختي طعميله يا ولاد، حسيله تحس اصلا ان شكل الواد فهد فيه اهو. يعيش ويلبس، يعيش ويلبس. استنى اما نشوف. مش عارفه، انا لسه هقيسه بقى قدامكم، فاهمين؟ هقيسه قدامكم نشوف ده ايه. طب ما شاء الله. لا لا لا، انت كان خيالك واسع يا احمد وانت كنت بتجيب ده. شوف ما شاء الله، ده يلبس حد كبير ما شاء الله. بس خامته جميله على فكره، وحاجته كده جميل. لا 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 ما شاء الله. يعني من غير ما اقيس ده بقى، الطقم ده بالذات عارفه ان هيبقى كبير على فهد خالص. اهو كبير جدا ما شاء الله. ده يلبس كده، هو في سن فهد يلبسه، بس عشان فهد يعني صغنن وحبايته صغيره كده، فهو مش هيجي على الارض خالص. يعني ده ان شاء الله باذن الله يا هيتعمل، يعني من غير ما اقيسه فهو هيبقى كبير. وبرضه هعمل لكم فيديو فيه، يعني فيديو بالحاجات دي وهو بيلبسها وكده، يعني عشان تشوفوها على ريق. يعني كتير طلبوا لبس لنا فهد الهدوم اللي بابا بيجيبها له، يعني نشوفها عليه. اهو يا ولاد جمال وحلوين، ويعيشوا ويجوبوا، ويعيشوا ويجوبوا الريكو، ويعيش في ريكو ويلبس. ودعواتكم كده، دعواتكم سكر دعواتكم بالشفاء لأمل. العربيات بتعاندنا لما اجي اعمل فيديو. دعواتكم كده بالشفاء لأمولة، ربنا يشفيها ويعافيها ويعفى عنها. وشكرا لاي حد يا جماعه بيطمن على امل، ومحدش يزعل مني لو مفيش يعني ما بعرفش ارد، فاحنا بنعتذر لهم خالص يا ولاد، لان بيبقى في ظروف. والله العظيم عايزه اقول لكم ان احنا في ظروف على طول، فظروف يعني مش هقول لكم. والحمد لله على كل حال. ويلا عايزه كومنتاتكم الجميله ودعواتكم الجميله. يلا يا حبايبي، مع الف سلامه.